السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناه امنا سيماكم اللي كتجيب لكم دائما الجديد على العقار ولا البقع للبيع. واليوم انا جبت لكم هاد الضيعه واللي كاينه في نواحي الدار البيضاء او نواحي بن سليمان. هي جات ما بين بن سليمان والدار البيضاء، والمهم هي راه كيف ما كتشوفوا يعني عشاق الطبيعه وعشاق يعني وقريبه للدار البيضاء، قريبه لبن سليمان، قريبه للرباط، تقريبا بعيدة من الدار البيضاء بشي ثلث ساعة ولا 30 دقيقة، تقريبا نص ساعة. إلا كنتي كتمشي بشوية راه غتكون تقريبا واحد الساعة إلا ربع. والمهم هي فيها 4 القطارات، قل شي حاجة قليلة، قل شي حاجة يعني بحال قلتي 4 القطارات، قل ربع تقريبا. فيها هاد كيف ما كتشوفوا هاد البنايات شويه قدام، يعني مازال خاصهم يتجدوا بالنسبه ولا يعاودوهم بالنسبه للناس اللي باغين. جات على الشانطي كيف ما كتشوفوا، ها هي جات على الشانطي. هاد الارض اللي كتشوفوا على اليسار ديالنا هذه ما تابعش ليها، هذه الحدود ديالها، وانا غادي نشوف لكم الحدود. وهي جات، ها هي جات على الشانطي، ها الطريق ديالها اللي كيدخل فيها هاد الشجرات تابعين ليها، وهذيك المساحه اللي كتشوفوا القدام حتى هي تابعه ليها. وهي تقريبا راه جات مربعه تقريبا، جا على الشانطي وعلى يعني، وفيها البير، فيها السهريج اللي كيجمع الماء، فيها يعني صالحة بزاف للزراعة. اللي بغى يدير يزرع شي حاجة، اللي بغى يدير خضرة، اللي بغى يدير أي حاجة، لأن عندها التربة ديالها حمري وجميلة بزاف، مزيانة التربة ديالها. كيف ما كتشوفوا فيها بنايات قدام شوية. والمهم حنا ما تيهمناش البنايات، المهم راه البقعة كيف ما كتشوفوا فيها تقريبا 4 القطارات للرب، جات قريبة للدار البيضاء كيف ما قلت لكم. والثمن هو 100 مليون القطار. اللي بغى يتصل بالرقم اللي غادي نخليكم في آخر الفيديو.